للشلوي، شكربة الشلوي، محمود الشلوي يلعب كرة لمن؟ في اتجاه الجميل، يلعب كرة لأمجد، خطوات ولكن تعود سريع الآن، هجمة خطيرة، تسديد الكرة هي لا، ولكن على مرتين الحارس، وهذا شر حكم اللقاء أشار إلى ركلة جزاء لمصلحة فريق دارنس في الدقيقة 24. إذن أبعدها في الأولى والثانية ركلة جزاء. إذن في انتظار تنفيذ ركلة الجزاء عن طريق اللاعب الشلوي مستلي، من سينفذ ركلة الجزاء لمصلحة فريق دارنس هو اللاعب استلي في مواجهة فتحي الطلحي. في أي جهة يختار استلي، يلعب كورته، أول أهداف الأنيق في هذا اللقاء. يتمكن النيجيري استلي من حراس أول أهداف الأنيق في لقاء اليوم أمام فريق الصقور. دائما هي الجماهير الأنيق دائما تتغنى بالفريق رغم الظروف التي مر بها الفريق في الأيام الماضية، كما خاصة في الأيام الماضية ظروف كانت صعبة مر بها الفريق. عاد من البيضاء بنقاط المباراة، واليوم يبادر بالتسجيل عن طريق الستيل النيجيري، هدف مقابل لا شيء. تتغير النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام عبر قناة تيبي الرياضية. يتمكن فريق دارنس من إحراز الهدف الأول. شوفوا الإعادة من اللاعب السلي اللي يتمكن من هز سباق فريق الصقور والحارس فتحي الطلحي. إذا